السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة معاكم مروة معاذ على آب جينيتك. الحلقة دي بعنوان ستارت اب. بنحاول نشارككم فيها خبرتنا عن اللي بنحاول نعمله دلوقتي في آب جينيتك عشان نخليه ستاند الون بيزنس في السوق المصري. في الحلقة الأولى كنا عملنا ريفليكشن عن طريق الهيومن انتليجنس أو الذكاء البشري عشان أقدر أحدد السكيلز اللي عندي، سواء اكتسبتها عن طريق الاكسبيرينس أو عن طريق الكورسز اند سيرتيفيكيشن، وسمينا التكنيك ده 3 بلوكس. النهارده في الحلقة هنستخدم بقى الارتفيشال انتليجنس أو الاي اي عشان يقوم بنفس عملية الريفليكشن، لكن بشكل نقول ايه عليه تكنيكال أكتر. طب ايه الهدف من ده؟ الهدف من ده اللي انا اعمل كده عمليه مقارنه ما بين الريفليكشن ويز اتش اي والريفليكشن مع الاي اي، واحاول اشوف الاثنين جنب بعض هل هوصل نفس النتيجه ولا لا. ما تنسوش احنا ليه بنعمل التكنيكس دي؟ بنعمل التكنيكس ده عشان اقدر افوكس على اكتر السكيلز اللي عندي. طب وليه ما اقدمش كل السكيلز كلها؟ لان انت لما بتبدا ستارت معناها ان انت بتبقى فرد او اثنين، انت مش قادر تدفع مرتبات، مش معقول هتجيب 5 تشغلهم معاك وانتوا ال5 تبقوا شركاء. طبعا انت ممكن تعمل ده لو انت حابب، لكن في نفس الوقت ما تنساش ان انت كل ما بتزود نسبه الشركاء فده معناها انك بتطول اكتر في اي اجراء او قرار انت حابب تاخده. كمان انت ستارت اب فبتحاول تبدا الاول ببزنس باسعار مخفضه عشان تقدر تجذب عدد كبير من العملاء، وبالتالي 5 افراد هيبقى الموضوع صعب شويه. وعموما في الاول وفي الاخر احنا بنشارككم خبرتنا، يعني ممكن تكون انت عندك قرار تاني خالص. خلينا نبدا الحلقه النهارده ونتكلم على الارتفيشال انتليجنس، بس بعد توضيح واحد هام جدا. التكنيك الخاص ب3 بلوكس هو لا يرجع لاحد العلماء ولا يرجع لاحد النظريات. دي الطريقه اللي انا عملتها عشان احاول افوكس على السكيلز اللي انا حابه اقدمها. بتبقى كل سكيل من دي عباره عن سيرفيس قصادها في الاب جيني. طيب عشان ابدا اشتغل لازم اول حاجه تكون محضرها هو الاوتبوت الخاص ب3 بلوكس تكنيك، مش هينفع نشتغل من غيره. او تستخدم السي في اللي موجود لو انت فعلا كاتب فيه كل السكيلز اللي عندك. تمام كده؟ طب تاني حاجه هعمل ايه؟ هبدا افتح اي براوزر. اوكي، بعد كده هعمل ايه؟ هستخدم احد ادوات الذكاء الصناعي اللي بنستخدمها. طبعا احنا عندنا اكتر من اداه ذكاء صناعي. ممكن مثلا استخدم جيميناي، وده ذكاء صناعي مقدم من شركه جوجل، صح؟ تاني حاجة ممكن كمان استخدم فيها ايه؟ طبعا ممكن استخدم الشات جي بي تي، او ممكن استخدم صراحة اللي بلاقيه شاطر جدا هو كلاود انتاج شركة فرنسية، وهو قوي جدا بروفيشنال جدا، بيديني نتائج قوية جدا جدا. طبعا انت اي اداة ذكاء صناعي او شاتنج بتقدر تستخدمها دلوقتي، هي بتبقى فري بس بتديك ليميت في الاسئلة. فخلينا دايما نكون متأكدين واحنا بنشتغل مع كلاود او غيره من ادوات الذكاء الصناعي، ادي ده جيميناي. خلينا دايما متاكدين ان احنا محضرين الاسئله بالظبط اللي احنا عايزين نستخدمها. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه لو انت عملت تكنيك 3 بلوكس وانت كاتب دلوقتي السكيلز، فكل اللي هتعمله انت هتكتبه هنا. اما لو انت عندك سي في بس او ملف كاتب فيه، فممكن تعمله اتاشمنت عن طريق اد كونتنت اللي موجوده هنا. طيب تعالوا نعرف بقى انا هكتب ازاي. هل هكتب اقول له الفرق بين الطريقتين ايه؟ ان انت في المرحله الاولى دي ان انت السي في مثلا بتاعك مش كامل، او ايا كانت المشكله ايه، او بقاله كتير مثلا ما تحدث. اما الاتاشمنت دي لو انت السي في بتاعك زي الفل وجاهز. طيب تعالوا نستخدم اول حاجه التكست بوكس دي، وهنبدا نكتب فيها الانبوت بتاعها. هو بنسميه حاجه اسمها برومت. البرومت دي هنقول عليها لغه الحوار ما بيني وما بين ادوات الذكاء الصناعي. طيب خلينا نكتب بقى. اقول انا مين؟ ماشي، هقول مثلا I am planning to start my own business. I have 3,000 Egyptian pounds as a budget, and I have the following experience and certification. تمام كده؟ انا عملت ايه؟ اول حاجه بقوله انا بخطط ان انا ابدا الستارت اب بتاعي، بزنس خاص بيا، وانا معايا بادجت 3000 جنيه. طبعا لو انت معاك زيرو قول I have no money، ودي انا هستخدمها بادجت. وكمان انا معايا الاكسبيرينس والسيرتيفيكيشنز اللي انا هكتبها دلوقتي. تمام كده؟ هقول لي هنا بليز اناليسيز، يعني لو سمحت حلل ماي ريزومي attached، اسفه، بليز اناليسيز those
experience and certifications to find out the most professional skills I have which I can focus on in my new startup, and please arrange them from the most professional to beginner level. طيب تعالوا كده نقرا تاني احنا عملنا ايه بالظبط، ودي خطوه لازم تعملها. بتقول انا بخطط ان انا ابدا ماي اون بزنس، ممكن نخليها ماي اون ستارت اب. I have 3 pounds and as budget and I have the following experience and certification. هنكتبها دلوقتي وهقول له please analyze those experience and certification to find out the most. طيب انا هنا بقول له ايه؟ بقول له ان انا بخطط ان انا افتح ستارت اب خاص بيا وانا معايا 3000 جنيه، و3000 جنيه دي مش معلومه كافيه، لا انا هقول له كمان مثلا I have just 5 hours daily to work from home online. يعني كمان هقول له ان انا اقدر اشتغل وقت اونلاين قد ايه وكام ساعه في اليوم. كمان بقول له ان انا البادجت اللي معايا زي ما انا اتفقت ان هي هتكون 3000 جنيه كويس كده، وهقول له ان انا عندي خبره التالي. طيب تعالوا بقى نكتب نشوف مع بعض الخبره اللي عندي. طبعا انا كان عندي السي في صراحه متحدث، فانا مش هعمله دلوقتي اتاشمنت، لكن ممكن اخد منه حاجات كوبي وبيست عشان نشوف ازاي احنا بنستخدم التكست ده. تمام، ده السي في بتاعي. اوكي، لو احنا مثلا بصينا هنا كده هتلاقي دي الاكسبيرينس. طبعا الاكسبيرينس لما بتيجي تكتبها مش بتكتب بس اسم الشركه او اسم المكان اللي انت بتشتغل فيه، لا انت بتقعد تكتب انت بتشتغل في المكان ده كنت بتعمل ايه. تمام، بعد كده هتلاقوا هنا كده لو نزلنا تحت شويه هتلاقوا الشهادات الاديوكيشن. بعد كده هتلاقي بقى الكورسز. طبعا الكورسز فيها حاجات هايلايتد قوي اصلا اي عين تعرف تجيبها، يعني زي شهادات التي او تي وزي تريننج اوف تريني وزي مثلا الشهاده بتاعه النانو ديجري اهي. شهاده النانو ديجري طبعا دي شهاده قويه جدا، وفي شهاده البي كابا بروجرامينج اسينشال ان بايثون. وحاجه اخدتها كانت الارت اوف ذا جيم، ودي معتمده من النيتشين على اودستي، كانت اونلاين. في كمان ايه، طبعا في شهادات خاصه بسيسكو طبعا دي برضو قويه جدا، في شهادات خاصه باوريكل، ده غير كمان كورسات منحه الام سي اي تي. طيب عموما خلينا كده بكل بساطه نعمل كنترول ايه، ناخد كوبي ونعمل بيست. تمام، طبعا هو اوريدي عشان كبير هو حاطه از اتاشمنت عشان ما يدخلش هنا في التكست بوكس. بعدين هبدا اقول له ايه بالظبط اللي مطلوب منه. زي ما انتم شايفين احنا هنا عندنا البرومت مقسوم جزئين. اول جزء انا عطاه سياق الكونتكست، يعني انا ايه المعلومات عني. بعد كده ببدا اقول له ايه اللي مطلوب منه، وفي النص بحط له الكونتنت اللي هو يعمل له اناليسيس عشان يطلع لي منه الاوتبوت. يبقى برضه تحس ان هو ماشي 3 بلوكس. برضه اول بلوكايه بعمل فيها الكونتكست، ثاني بلوكايه حاطه فيها الداتا او الكونتنت اللي هو هيحلله بالظبط، ثالث حاجه بقول له الكونتنت بقى اللي فوق ده ايه اللي مطلوب فيه. وخلي بالكم انا انهيت البلوكايه الثالثه دي بالطريقه او الستايل اللي انا عايزاه يطلع بيها الاوتبوت. يعني انا بقول له كده اعمل لي بقى ارينجمنت، بقى رتب لي بقى السكيلز دي من الاعلى كفاءه او اعلى احترافيه بالاقل احترافيه. تمام، طبعا مش هينفع اقول الحاجات اللي انا بحبها لان هو ما يعرفش ايه الحاجات اللي انا بحبها. تمام، بعد كده هضغط انتر. هو طبعا هياخد وقت شويه في عمليه الاناليسيس زي ما انتم شايفين. طبعا كل ما بتكتب له معلومات قويه جدا ودقيقه جدا عنك
بتطلع الداتا نوعا ما مقبوله جدا بالنسبه لك، وهتحس فعلا ان هي حاجه بروفيشنال. تعالوا كده نشوف هو قال لي ايه. هو بيقول لي اول حاجه based on the information provided in your resume، يعني بناء على المعلومات اللي انت بعتها لي في الريزومي دي I will analyze your experience and certification to identify the most professional skills you could focus on for your startup. انا هبدا اعمل تحليل الاكسبيرينس الموجوده في الريزومي دي من الشهادات والاكسبيرينس عشان احدد بالظبط ايه اكتر المهارات اللي انت ممكن تركز عليها في الستارت اب اللي انت هتعمله. given your constraints of، وهيحط محدوديه، هيعمل ليميتيشن كده ان انت معكش 3000 جنيه وهتقدر تشتغل 5 ساعات بس في اليوم من المنزل اونلاين. and your exciting skill set، ايوه، وكمان السكيلز دي اللي عندك انا هعمل لها arrangement من الموست بروفيشنال للبيجنر ليفل. اول حاجه بيقول ان انت بتشتغل اي تي اند اي اي ترينر، ودي اكتر حاجه انت بروفيشنال فيها، واشتغلت في الاي تي دي سي من 2016. دي بتتضمن على مهارات التدريب في برامج الاي تي وانشاء محتوى الكورسات، وكمان تنفيذ كورسات اونلاين وفي الذكاء الصناعي او في التكنولوجيا. ودي اكتر حاجه مرتبطه بالشغل الاونلاين وانت ممكن تركز عليها في الفاونديشن بتاعتك. تاني حاجه انت شاطر قوي في curriculum development and e-learning، يعني في التعلم الالكتروني وانشاء المناهج التعليميه، وطبعا هو بيحط بقى الادله هي موجوده فين. كمان انت ممكن تقدم، كمان عندك سكيل في البروجكت مانجمنت، وكمان تقدر تستخدم السوشيال ميديا مانجمنت والتكنولوجي انتجريشن في الاديوكيشن، ممكن تقدم سيرفيس في الجنرال. طيب تعالوا بقى نشوف الاوتبوت عامل ازاي كده بالراحه. انا هعمل زوم ان. طيب اول حاجه بيقول ان انا بناء على المعلومات اللي انت عطيتها لي في الريزومي ديت انا اقدر اعمل تحليل الاكسبيرينس والسيرتيفيكيشن بتاعتك، واحدد لك ايه هي البروفيشنال سكيلز اللي انت ممكن تركز عليها في الستارت اب اللي انت هتعمله. وخلي بالك هو حاطط هنا 2 كونسترين. ايه هما؟ اول كونسترين 3000 جنيه البادجت بتاعتك. تاني حاجه اللي انت تقدر تشتغل كام ساعه في اليوم؟ 5 ساعات بس في اليوم. طيب اول سكيل هو بيقولها، بيقول ان انت شاطر قوي في التدريب في مجال الاي تي والاي اي وعندك مهاره احترافيه، ودي ذا موست بروفيشنال. تاني حاجه سكيل عندك اللي انت ممكن شاطر في عمليه تطوير المناهج والتعلم الالكتروني. تالت حاجه البروجكت مانجمنت، ودي في اداره المشاريع. رابع حاجه السوشيال ميديا مانجمنت. خامس حاجه التكنولوجي انتجريشن ان اديوكيشن، والكودينج انستراكشن، ودي انترميديت. بصوا بقى بيقول لك ان انت من اول سكيل نمبر 6 دي انت كودينج انستراكشن، ودي تعتبر انترميديت سكيلز، يعني انت عندك اكسبيرينس فيها بس انت مش واضح قوي انت ادفانسد فيها قد ايه. يعني يقول انا الاناليسيز اللي عملته ده صراحه يعني انا مش واضح، انت ممكن تكون بروفيشنال بس انت في السي في مش كاتب. طيب بفرض ان انا عارفه ان انا لا انا افتكرت ده انا المفروض في مثلا خبره انا مش كاتباها، او انا محتاجه اديها ريتراي، هل ممكن اعمل ريتراي؟ طبعا هترجع تاني تعمل نفس السؤال ده بس هتعدل بقى في الداتا اللي انت كاتبها، تزود الاكسبيرينس اللي عندك او تكتبها بشكل اكتر تفصيلا. اوكي بعد كده احنا وصلنا ل 7. اما 7 بيقول ان انت عندك مهارات كمبيوتر عامه واستخدامات للمايكروسوفت سوت بطريقه محترفه جدا، بس طبعا هو بالنسبه لي دي طبعا ممكن تستخدم از فيرتشوال اسيستنت، بس هو حاططها ليه كده في نمبر 7 لان انت برضو مش كاتبين القوه بتاعتها قد ايه، مش ذاكرين الابلكيشن بالظبط. بعد كده اخر حاجه انت ممكن تشتغل في الانجليش لانجوج سكيلز، ودي بيجنر تو انترميديت. طبعا لا انا مش قويه قوي في اللغه الانجليزيه، بس anyway هو ده الاوتبوت اللي هو طلعه. يهمني قوي الجزء الاخير اللي هو كتبه giving your constraint. لما تتكلم على المحدوديات او الليميتيشن اللي عندك دي I would recommend focus on your top skills. انا بنصحك ان انت تركز على المهارات اللي هي الهاي ليفل قوي اللي هي في الاي تي والاي اي تريننج والكوريكولم ديفلوبمنت والاي ليرنينج. دي align well with online work، ودي ماشيه كويس قوي مع الشغل الاونلاين وكمان الاكسبيرينس بتاعتك. وانت ممكن كمان تفكر ان انت تبدا اونلاين تريننج بزنس واوفرنج كورسز في الاي تي والاي اي، او ان انت تعمل كونسلتنج سيرفيس في الاديوكيشن انستتيوشن. تمام. طيب فهو بيقول لي ان بيديكي بقى كمان ريكومنديشن، وكمان بيقول لك انا شايف ان دي اعلى حاجه، وهنا بيحاول يديك
ليه هو وصل للقرار ده. دي حاجه مهمه قوي بنسميها في الارتفيشال انتليجنت الترانسبيرنسي. الترانسبيرنسي معناها ايه في ادوات الذكاء الصناعي؟ الترانسبيرنسي معناها بكل بساطه ان التول دي تقدر تفسر لك هي ليه قامت بالديسيشن ده او ليه هي طلعت لك الاوتبوت ده، ودي حاجه مهمه جدا. الحاجه الاهم من كده ان انت دايما بتلاقي كل ديسكشن مع كلاود بينتهي بسؤال. السؤال ده بيبقى ايه الهدف منه؟ ان هو بيبدا يديك كده هنتايه يقول لك ايه، خلي بالك انت لو كنت كتبت لي كذا اكتر كنت هقدر اوصلك لحاجه افضل. فمثلا هنا بتلاقيه هو بيسالك سؤال بيقول لك ايه، would you like me to elaborate on any of these points or provide more specific startup idea based on these skills؟ تحب ان انا بقى اساعدك واخليك تفوكس على واحده من السكيلز دي عشان تبدا الستارت اب بتاعك على احد المهارات دي. فهو زي الرود ماب ليك ممكن يساعدك. تمام كده؟ طيب تعالوا احنا هنعمل ده تاني لكن مع احد ادوات الذكاء الصناعي الثانيه اللي هي اسمها جيميناي. تمام؟ جيميناي طبعا هو احد ادوات الذكاء الصناعي بتستخدم في الشات. طيب خلينا كده نجرب مع جيميناي. تمام؟ جيميناي هنا بيعمل ايه؟ بيعمل نفس الكلام، انت بتقدر تشات معاه وتديله اسئله، بس زي ما انتم شايفين هنا مفيش اتاشمنت. طيب تعالوا هنجرب نفس اللي عملناه هنا مع كلاود اهوت. هياخد ده كده كوبي زي ما هو هنا انتر برومت هير اهوت. تمام؟ هنعمل هنا بس انتر، ودي عايزه ارجع للسي في تاني، هاخده كنترول سي وتعالوا نشوف جيميناي هيعمل ايه. تمام اهوت وهضغط انتر. جيميناي بيسمح لك ان انت تعمل اتاشمنت لصوره او ان انت تريكورد، تستخدم المايك في الانتر برومت، ودي حاجه لطيفه جدا. طيب انا هبدا اضغط انتر. طبعا انا استخدمت كده نفس البرومت بنفس كل حاجه. في طبعا جيميناي هنا اسمه جيميناي ادفانسد، ده لو انت حابب تعلي الليفل بتاعك او البرايسنج بلان بتاعتك عشان تقدر تستخدمه بطريقه unlimited. تمام؟ وادي هقول له انتر. كويس؟ انا دلوقتي هي البرومت على جيميناي لان زي ما قلت لكم هو اقوى، بس في جيميناي انت بتحتاج تبقى مركز شويه قوي في التفاصيل، حاول تشيل الحاجات الزياده لان هو شويه بيضيع لما البرومت بيبقى كبير شويه. تمام؟ طيب اول حاجه بيقول عليها، بيقول لي طبعا اكسلنت وانت عندك الاكسبيرينس موجوده في 2 سيكتورز اساسيين هما الاديوكيشن والتكنولوجيا، يعني مهاراتك في مجال التعليم ومجال التكنولوجيا. تمام؟ طيب هو هنا هيطلع لي كام سكيلز، فهو بيقول لي انت السكيلز او الكور كومبتنس اللي عندك او الجدارات اللي عندك او المهارات اللي انت بتعرف يعني تعملها. اول حاجه الانتجريشن، التكامل ما بين التكنولوجي والاديوكيشن. تاني حاجه الكوريكولم ديفلوبمنت. الكوريكولم ديفلوبمنت لو انتوا فاكرين هو اوريدي موجود برده فين؟ كلاود كان مطلعه. زي ما انتم شايفين هنا جيميناي اول حاجه مطلعها في الانتجريشن ويز اديوكيشن وتكنولوجي، دي هي السترونجست اريا اللي انت فيها. لو بصيتوا على كلاود هتلاقي نفس الكلام مطلع، اللي انا هو مش عامل بقى انتجريشن، هو بيقول ان انت شاطر قوي في مجال التدريب في مجال الاي تي والاي اي، وده هو عباره عن 2 سيكشن او 2 سيكتور، الاديوكيشن والتكنولوجي، فهم الاثنين متوافقين على اول مهاره عندي. تاني حاجه هو مطلعها هي الكوريكولم ديفلوبمنت او تطوير المناهج. طب خلينا هنا نشوف هل فعلا هنا رقم 2. فعلا هنا برضو رقم 2. طيب ايه كمان؟ البروجكت مانجمنت او اداره الاعمال، وهو بيقول هنا في نمبر 3 على كلاود برضو نمبر 3. طيب في نمبر 4 teaching and facilitation يعني التدريس والتعليم، وبيقول في as a coding instructor دي رقم 4. تعالوا نشوفها هنا. لا هنا اختلفوا بقى، هتلاقيه هنا في رقم 4 هنا عامل السوشيال ميديا، هنا عاملها رقم 6 ودي حاططها انترميديت، فشويه اختلفنا في النقطه دي. بعد كده بيقول في تكنيكال سكيلز وانت عندك اكسبيرينس ويز اي اي والكودنج والسوفت وير ابلكيشن، فهنا بقى هو لامن بقى كل حاجات الاي تي، هو رميها في الاوبشن رقم 5. طيب عموما خلينا كده ننزل تحت. هو بس ما اكتفاش ان هو يقول لك سكيلز، ده هو فهم اللي انت عايز تشتغل في الستارت اب وانت بتعمل اناليسيز للسكيلز دي، عشان كده
فما وقفش بقى زي كلاود على السكيلز بس وقال لك هي تحب تفوكس على انهي سكيل في الستارت اب بتاعك. لا، ده هو بدأ يقول لك انا شايف ان انت بيزد اون يور سكيلز، بناء على المهارات اللي عندك دي، ايه البوتنشال ستارت اب ايديز اللي انت ممكن توقف عليها شغلك. فبيقول لك انا بقى ما عملت التحليل ده، انا هقول لك 4 افكار ممكن تعمل فيها بيزنس از ستارت اب. اول حاجه ايه التك ستارت اب، وده معناها ان انت بتطور برامج تعليميه او اونلاين بلاتفورم تو انهانس تيتشنج اند ليرنينج. يعني انا شايف ان انت تطور برنامج تعليمي او تعمل منصات اونلاين عشان تعزز العملية التعليمية أو التدريسية. تاني حاجة إن أنت ممكن تعمل AI driven education tools، يعني أدوات تعليمية بيتم إدارتها بالذكاء الصناعي، وكمان زي مثلا هي تعمل عملية personalized learning، يعني تخلي فيه تعلم تخصصه على حسب كل شخص، على حسب بقى مهاراته وقدراته وسرعته، او ان هي تعمل اوتوميتد جريدنج، تعمل تصحيح تلقائي للواجبات، او اللي هو بيبقى انتليجنت توتورنج سيستم، يعني انظمه تدريس ذكيه، او الستارت اب بتاعك تخليه في الاونلاين توتورنج بلاتفورم، يعني منصه تعلم اونلاين، طبعا دي كورسات اونلاين. واخر حاجه انت ممكن تعمل فريلانس educational كونسلتنج، وانت هنا في الحاله دي بتقدم بقى استشارات خاصه بمجال التعليميه. طيب كمان ما سكتش كده، بيقول لي لا كمان ده السكيل ليفل اسسمنت، يعني انا كمان قيمت السكيلز اللي عندك وهقول لك انت اكسبرت في ايه 1 2 3 4، انترميديت في ايه 1 2 3 4، نيكست ستيب ايه اللي هتعمله بعد كده. انت محتاج تفوكس في الستارت اب في الايديا بتاعتك، يعني تبدا تعمل لها بقى تعديل وتنقيح وتحسين، وتاخد في اعتبارك حاجه السوق وتبحث كويس عن الحاجه ليه. وكمان ممكن تكسبلور البارتنرشيب، يعني تبدا تدور على بارتنرشيب او شركاء نجاح يكونوا معاك، اللي هم اللي ممكن كمان يكون في حد سبونسر. وكمان ممكن تتعاقد مع مؤسسات تعليمية عشان تعمل فاليديشن للستارت اب ده. طيب would you like to explore any of these startup idea further؟ طب تحب بقى نركز بقى على واحدة معينة من دولت؟ كمان انا ممكن اساعدك ايه في البيزنس بلان ديفلوبمنت، في الفاينانشال بروجيكشن، في الماركتنج استراتيجي، في الفري تو اسك مي. طبعا كل ده احنا هنعمله في الخطوات الجاية، لكن تعالوا كده نشوف بالظبط الفرق بين الكلاود وجيميناي. بصوا في كلاود هو مطلع لك يعني عامل اوتبوت كده السكيل، وبيقول لك ايه الحاجات اللي بتدل ان السكيل دي فعلا عندك بروفيشنال. فانت اما هتقعد تقارنها بين الثري بلوكس تكنيك اوتبوت اللي انت عملته في الحلقه اللي فاتت مع ده، هتبدا تشوف هل فعلا انت وصلت لنفس النتيجه او لا. والاحسن من كده كمان مع كلاود ان انت لو ما وصلتش لنفس النتيجه هتقدر تحط ايدك بالظبط انا ليه ما وصلتش لنفس النتيجه. فمثلا لو انا ما كنتش حاطه في الثري بلوكس اوتبوت دي السكيل دي ان هي هاي سكيل عندي، فهقدر اعرف هو الاي اي طلعها كده وطلعها كده ليه. وهبدا انا اعمل ريسيرش بقى، يعني مش ريسيرش، هعمل بقى ريفليكشن عندي اعرف ليه انا مش مطلع نفس النتيجه. لكن هو عمل بالنص اللي انا طلبته وقف لحد كده تمام. اما جيميناي في الحقيقه انا شايفاه ما كانش قوي قوي في الاناليسيس بتاعه، انا مش عارفه هو ليه مطلع لي education technology integration based on ايه، لكن مش زي كلاود. لكن في نفس الوقت هو بدأ شويه يوجهني للفيوتشر بلان، وانا بتكلم معاه في الشات انا ممكن اعمل ايه عشان احسن او ابدا بعد كده الستارت اب. تمام. طيب احنا بعد كده هنعمل ايه؟ النتيجه دي اللي احنا خدناها بكل بساطة هنبدأ بقى نفتح ملف وورد عادي جدا او تكست فايل. تعالوا كده نفتح ملف تكست فايل كده. تكست فايل ده مهم جدا، او نخلينا نفتح ملف وورد عادي جدا وهسميه مثلا analysis of ال AI. تمام. هنفتحه كده وهنبدأ نيجي هنا هناخد كوبي من الاوتبوت الخاص بجيميناي اهو، وانا هكتب هنا جيميناي. تمام. وبعدين هبدأ اكتب هنا كلاود. انا ليه بعمل ده؟ بعمل ده عشان اقدر ارجع تاني
زي ما احنا عارفين ان احنا قلنا في ليميتيشن في عدد الاسئله انت ممكن تطرحها. طيب والاهم من ده، انا مش بس عايز الاجابه، لا ده انا هبدا كمان اخد كوبي من البرومت نفسه. لازم يكون عندي دايما هنا اهوت، او البرومت ده مع كلاود. هنبدا نقول ده البرومت اللي انا اخدته اهوت بلس ريزومي، وده طلعه لي. تمام. انا ليه بعمل كده؟ بعمل كده عشان لو انا حبيت اقعد بعد كده تاني واقعد افكر ان انا عايزه اعمل تاني البرين ستورم ده مع الاي اي، اجرب بقى برومت تاني او احاول ازود شويه تفاصيل في البرومت ده. يعني اكيد انت ما هتدي نفس البرومت الاوتبوت هيطلع تقريبا متساوي او زي ما هو. ليه؟ لان نفس الانبوت. زي في كده مثل كانوا دايما بيقولوه في اليكس في الارتفيشال انتليجنس كارير اسينشال، وده كورس قوي جدا انصحكم جدا بيه، وهو متاح اونلاين وبشكل مجاني بالكامل، هتستفادوا جدا بيه. كانوا بيقولوا جاربج ان جاربج اوت. في جاربج ان جاربج اوت ده مصطلح استخدموه كمان الاي بي ام. طيب انا ليه الانبوت هنا او البرومت هنا بركز عليه واخده منه كومي؟ في احد كورسات الاي بي ام ارتفيشال انتليجنت، وخاصه كورس هاو تو بيلد يور اون شات بوت. الكورس ده قوي جدا مجاني موجود اونلاين، بيديك اكونت على الكلاود الاي بي ام، بتقدر عن طريقها تكريت او تليرن الشات بوت. تمام، تقدر تليرن الشات بوت. اتفرجوا عليه واشتغلوا فيه، ده قوي جدا. طيب ليه البرومت هنا انا مهتميه بيه جدا؟ البرومت مهتميه بيه جدا لان الانبوت بيتوقف عليه جوده الاوتبوت. يعني انت كل ما بتكتب برومت كويس قوي فبيطلع لك الاوتبوت شاطر قوي. زي بالظبط اللي انت لما تقعد مع دكتور، وتقدر تشرح له الاعراض بالتفصيل بالخطه الزمنيه الاعراض دي بتتكرر فيها، فتلاقي الدكتور قدر يشخص لك المرض مباشره. نفس الكلام الاي اي، كل ما بتركز في الاوتبوت في الانبوت كويس قوي بيطلع لك الاوتبوت جيد. وفي احد كورسات الاي بي ام اللي بيتكلم فيها على الفاندمنتال اوف الاي اي، وده كورس قوي جدا يا جماعه، يا ريت تسجلوا فيه، وده كورس موجود اونلاين فور فري. الكورس ده بيتكلموا فيه على كونسبت او اكسبريشن كده مهمه قوي، بيقول في ايه؟ جاربج ان جاربج اوت. يعني انت كل ما بتعمل برومبت سيء جدا وفي اخطاء وفي عيوب وفي حاجات سيئه، هيطلع لك الاوتبوت جاربج برضو، حاجات ملهاش اي قيمه ولا اي لازمه. فكل ما تعمل البرومت ده وتركز فيه والتفاصيل تكتبها كويسه او دقيقه قوي، كل ما يديك ده كل ما يديك اوتبوت جيد. تمام. طيب ايه بقى الخطوه الجايه دلوقتي؟ الخطوه الجايه دلوقتي المفروض ان انا هقعد برده تاني كوبايه شاي لطيفه لذيذه، وهحط الاوتبوت اللي انا عملته في الحلقه الاولى اللي هو ريفليكشن ويز اتش اي او الهيومن انتليجنس، مع مقارنه مع الاناليسيس ده اللي عمله الاي اي، وهبدا اشوف هل الاثنين متطابقين ولا لا، عشان في الاخر هختار اكتر 4 سكيلز اللي انا هقدر اقدمهم في الستارت اب ده. تمام كده؟ طيب لحد هنا احنا ماشيين تمام جدا. اخر حاجه انا هعملها النهارده، انا هفترض بقى اللي انت خلاص شربت كوبايه الشاي وحددت فعلا السكيلز اللي انت عايز تقدمها، وحددت فعلا البيزنس او السيرفيس اللي انت عايز تقدمه. تمام. انا ممكن طيب ايه الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه مع كلاود، وخلي بالك من حاجه، ان انت طول ما موجود في نفس الكونفرزيشن فهو بيبني عليها. يعني ايه؟ يعني انا سالته على السكيلز اللي عندي ايه هي عشان ابدا الستارت اب. انا ممكن اجي هنا اقول له مثلا ايه؟ كلاود بليز، هقول له مثلا suggest 5 service or product to be offered through my startup according to the analysis before. تمام. يعني بقول له قول لي بقى كده 5 خدمات او منتجات ممكن اقدمها في الستارت اب بتاعي according اللي انا عملته فوق ده.
طبعا انت فاهم ايه الفرق بين السكيل والسيرفيس. السكيل مهارة عندك، لكن ممكن السكيل دي ما تقومش بيزنس. لكن لما تبدأ تتكلم على السيرفيس، فانت ممكن يكون عندك كذا سكيل مع بعض يندمجوا سوا ويبدأوا يتكونوا في سيرفيس. بمعنى ايه؟ بشكل كده بسيط، انا مثلا معايا 3 شهادات في الTOT، تمام، وفي نفس الوقت معايا كورسات في الكودينج، فدول 2 سكيلز. بس ما بتيجي تقدم السيرفيس ممكن تقول ايه؟ يقولك ان انت هتبقى شاطر في تدريب البروجرامينج او الكودينج. فانت ممكن اكتر من سكيل تقدم سيرفيس واحده، ممكن اكتر من سكيل تدي برودكت واحد بس، تمام. فتعالوا كده نشوف برضو نفس الكلام بيأكد عليك تاني. بيقولك ان انت بناء على اللي انت عطيتهولي ان انت معاك 3000 جنيه وعندك ليميتيشن ان انت تشتغل 5 ساعات بس من البيت، فانا ممكن اقدم لك اول خدمه اللي انت ممكن تقترحها، اللي انت تقدم كورسات اونلاين في مجال الاي اي ومجال الاي تي. تاني حاجه اللي انت بتعمل عمليه كونسلتنج سيرفيس في الاي ليرنينج، وشرحها لك بقى اللي انت تعمل ايه. تالت حاجة ان انت ممكن تقوم بعملية اللي انت تقدم حلول تكامل ما بين التكنولوجيا والاي اي في مجال التعليم. رابع حاجة انت ممكن تعمل اونلاين كودينج بوت كامبس للشباب. كمان ممكن تعمل تعمل انشاء لمحتوى تعليم تقدمه عن طريق السوشيال ميديا. وممكن اوكي، ده كده هو اللي هو اقترح، تمام. تعالوا نعمل نفس البرومت ده ونحطه في جيميناي. وما تنساش انت هنا كاتب كلاود، فغير الاسم عشان هو لو لقاك بتناديله باسم تاني هيقولك I'm not Gemini please consider مش عارفه ايه، فخلينا كده. نفس البرومت هو ما غيرتش فيه حاجه. بصي كاتب لك ايه 5 potential service or product based on your experts، يعني ادي 5 افكار الخدمات. اول حاجه نفس الكلام، اعمل منصه لتطوير مناهج اونلاين. تاني حاجة اعمل منصة لتعليق التدريس ومعزز بالذكاء الصناعي. اعمل خدمات استشارية في مجال التعلم التكنولوجي التعليمي، واعمل كورسات اونلاين. تقريبا متشابهين جدا. اعمل عملية المانجمنت هنا شوية اللي مختلفة. طيب عموما انا كده برضو نفس الكلام هعمله. هعمل ايه؟ هاخد الاوتبوت ده كوبي وبيست هنا. الافضل لو انت مش بتعرف تفكر من الحاجات الديجيتال وانت حابب اللي انت تطبع الكلام ده، هيبقى اسهل لك كتير. هنعمل كده الستارت اب ايدياز. طبعا ده كده عنوان تاني، ده كده جيميناي، وهبدا اخد كمان كلاود. ادي كلاود. انا معرفش ليه بعمل سكرول داون وسلكت، هي بتبقى بقى بحكم العاده. المهم الورق ده كله انا هحطه بقى قدامي وابدا افكر بالظبط انا هفوكس على ايه في البيزنس ده. لحد كده احنا ماشيين الخطوات نوعا ما صح، وعارفين بالظبط احنا هنعمل ايه. ولحد كده انا بقدر احط الكلام ده كله على ورق. الهيومن انتليجنت هيساعدني ان انا اختار حاجه انا بحب اعملها، وده مهم جدا عشان دايما يكون عندك شغف للبيزنس بتاعك وانك تكون حابب دايما تطوره. في نفس الوقت انا معايا اناليسيز للارتفيشال انتليجنس، وده حد بيفكر بالارقام، مش ملوش اي علاقه بالجانب الايموشن. هو اكوردنج للستاتكس اللي انت مدخلها في الريزومي، اللي هي انت بقالك كام سنه هنا، وبيحاول يشوف الويت بتاع كل سيرتيفيكيشن ايه هو، بدا يعمل لك الاناليسيز ده، تمام. هحط الورق ده كله قدامي وهبدا بقى اقعد قاعده ظريفه مع كوبايه شاي لطيفه، وابدا احدد بالظبط السيرفيسز اللي انا عايزه اقدمها. وخلي بالك انت ممكن تقدم في الاول 3 سيرفيس وتكتب coming soon الكودينج او coming soon الديجيتال الجرافيك ديزاين مثلا. يعني خلي بالكوا دي السيرفيس الاساسيه اللي انا بتاعها دلوقتي، ولسه هنفتح قسم تاني للجرافيك ديزاين. اتمنى الحلقه النهارده تكون مثمره ليكم، واتمنى ان انتوا تقعدوا تجربوا اكتر من artificial intelligence tool، واتمنى كمان ان انتوا تشوفوا الحلقه الجديده بتاعتنا اللي في تراك جديد خالص بنتكلم فيه على الارتفيشال انتليجنس. شكرا ليكم، وقابلكم ان شاء الله المره الجايه وازاي نسمي الستارت اب ده. شكرا ليكم.